وبعدها خرجت ام البنا في الجيبه بتاعتها وكانت خارجه بتعيط، وعرفت وقتها انها اترفضت. المهمه بتاعتي انتهت وجه الوقت اللي ادخل فيه المقابله، وهيطلع عليا اللي عملته فيهم يا اما هتحصل معجزه وهتقبل. خرجت مساعده المدير وندهت على اسماء البنات اللي مشيتهم، واستغربت لما قلت لها ان ما فضلش حد غيري. دخلتني وقالت لهم ما فضلش غير استاذه سلمى. بعد ما خرجت صححت الاسم وقلت لهم داليا، هي غلطت، انا اسمي داليا. وبعدها اديت لهم السي في بتاع داليا، كانوا مبهورين بيه وقالوا لي انت عندك الخبره اللي بندور عليها، بس محتاجين نسالك شويه اسئله. قلت لهم اكيد وانا مستعده اجاوب عليهم. بعد كده بداوا يسالوني بالانجليزي، والمقابله كلها ما فيهاش كلمه عربي واحده. افتكرت نوسة الله يرحمها لما كانت بتفضل بالساعات تخليني اتفرج على افلام اجنبيه معاها، وكمان اتكلم معاها طول اليوم بالانجليزي لانه كان وحشها. ورديت عليهم وكل اجابه كنت بتعمد اني ابهرهم. مين قال ان العلام والشهادات هم كل حاجه في الدنيا؟ انا الدنيا هي اللي علمتني، والتجربه والشارع خلوني اعرف اكتر من خريجين الجامعات. لكن اللي فادني اكتر هو شغلي في محلات الملابس وشغلي في الخياطه مع نوسة. عرفت وقتها وتعلمت عن ماركات كتير في السوق، وكنت عارفه عيوب كل ماركه. نوسة مش بس علمتني اقرا واكتب، دي علمتني ازاي اعيش وازاي اتكلم وازاي البس. وبعد ما خلصت المقابله معاهم قالوا لي انهم هيكلموني. ساعتها افتكرت ان الرقم اللي موجود في السي في يبقى رقم داليا مش رقمي، وطلبت منهم السي في وقلت لهم على رقمي. لكن ما كانش عندي امل انهم يتصلوا لاني ما كنتش عارفه اقرا تعبيرات وشهم ولا اعرف رايهم فيا ايه. رجعت للست صفاء ولما شافتني باللبس ده قالت لي يا مجنونه اوعي تكوني عملتيها. قلت لها وانا قلبي مكسور عملتها. رحت وعملت من نفسي اراجوز، واتاكدت اني منفعش في اي حاجه، لا في حب ولا شغل ولا في اي حاجه. صفاء كانت زعلانه علشاني وقالت لي ادخل انام واريح، وانها هتصحيني الصبح ونفطر سوا. والصباح رباح. نمت وانا دمعتي على خدي، وصحيت على صفاء وهي بتصحيني وبتقولي التليفون، قومي بسرعه عاوزينك على التليفون. قلت لها هم مين دول؟ انا محدش يعرف اني معاكي هنا. قالت لي بيقولوا انهم من شركه مش عارفه ايه، اسم صعب كده. ساعتها قمت ووقفت على حيلي وقلت معقوله يكونوا بيتصلوا بيا من الشغل اللي قدمت عليه؟ معقوله؟ رحت بسرعه وجريت على التليفون، لكن لما شلت السماعه كان الخط قفلت وقعدت حزينه زي ما كنت. صفاء جت ورايا بالكرسي المتحرك بتاعها وقالت لي ايه ما ردتيش ليه؟ قلت لها شكله كان حد بيعاكس، ما هو اللي بنعمله في الناس شكله هيطلع علينا. لكن قبل ما اكمل الجمله لقيت التليفون بيرن مره تانية. رديت ولقيت بنت بتقولي استاذه داليا عبد الرحمن، ببلغ حضرتك عن نتيجه الانترفيو اللي عملتيه امبارح ومبروك تم تعيينك. هنحتاج من حضرتك تيجي الشركه لاستلام التعليمات ومعرفه ميعاد العمل وكمان علشان تمضي العقد. وعلى قد ما كنت فرحانه وكملت المكالمه كلها وانا ضحكتي من الودن للودن، الا اني كنت واقعه في مشكله كبيره، وخصوصا لما قالت اننا هنمضي عقود الشغل. ازاي هطلع لهم ببطاقتي اللي اسمي مكتوب فيها سلمى وهم موافقين على شغلي معاهم علشان انا داليا؟ ورجعت شلت الهم من تاني وقلت ربنا سترها معايا لحد كده. لكن خلاص مش هطول ولا هلعب اللعبه دي، وان كان اللي فات عدى من غير مشاكل فاللي جاي اكيد هيبقى فيه مصايب ممكن توصلني للسجن. صفاء شافتني وانا عماله اكلم نفسي، قالت لي بقولك يا سلمى ما تقومي تصلي ركعتين كده واستخيري ربنا، واللي فيه خير ربنا هيعملهولك. وده فعلا اللي انا كنت محتاجاه. هو مين في الدنيا وقف جنبي غير ربنا؟ ومين حماني وسترها معايا قبل كده مليون مره وما كنتش داريه؟ سجدت وفضلت ادعي واقول يا رب يا رب ما تحوجنيش لحد، وعلي شأني وارزقني رزق يتعجب له اهل السماوات والارض. يا رب انت القادر على كل شيء ومفيش شيء بيعجزك، فرح قلبي وارزقني من حيث لا احتسب يا رب. خلصت صلاتي وفضلت مع صفاء عملت الاكل، وبعدها قلت لها اني هخرج واروح للبنات. ورحت لنادية وسميرة وقلت لهم اللي حصل معايا في المقابلة. وسميرة اول ما عرفت قامت رقعة زغروطة وكانت هتفضحنا. ساعتها نادية قالت لي صحيح نسيت اقولك يا بنتي يا سلمى، يوم ما كنتي عندي في الكوافير المخفي اللي اسمه مصطفى شافك وانتي خارجة، وبعدها جه وسألني وقال لي انتي ما بترديش عليه ليه، وطلب مني يعرف عنوانك عند الست اللي انتي شغالة عندها. قلت لها وانا مخضوضة يخرب بيته، هو ليه عين الحيوان ده بعد اللي عمله؟ المهم اوعي تكوني قلتي له نفذت
فين ولا بشتغل عند مين. قالت لي اخص عليكي يا سلمى يا بنتي انت اختي. انا قلت له يحل عنك ويروح للمحروسه اللي اسمها هبه. يا فالحه يا اذكى اخواتك، ما هو كده زمانه عارف ان عرفت علاقتهم ببعض وانا عاوزاه يلف حوالين نفسه ويفكر ان انا اللي سبته وشفت لي شوفه تانيه. ردت سميره وقالت لي المهم خلينا فيكي، هتروحي ولا مش هتروحي بكره؟ قلت لهم والله ما عارفه. دي كانها معجزه واتحققت لي، بس حاسه اني لو كملت فيها مش هلاحق على المصايب اللي هتيجي فوق راسي. ردت سميره وفضلت تحلم هي وناديه، اللي تتكلم عن اللبس اللي هلبسه، واللي تتكلم عن العربيه اللي الشركه هتسلمها لي، واللي تقول ده احنا هنقب على وش الدنيا، واللي لحظه حسيت ان من حقي احلم زيهم. وكنت حاسه ان اول مره في حياتي ادوق طعم السعاده اللي بجد. رحت عند صفاء ولقيتها نايمه. دخلت انا كمان صليت وقمت علشان انام، وبعدها دعيت دعوه واحده وقلت يا رب اعمل لي الخير وسامحني على اللي عملته. غمضت عيني وحلمت بامي. عمري ما شفتها ولا كان في صورة افتكرها بيها ولا حتى فاكرة ملامحها، بس كل اللي عارفاه انها كانت امي، واخدت بايدي وقالت لي ارتاحي يا سلمى ارتاحي يا حبيبتي. قمت من النوم وانا مبسوطة اني شفتها، وقررت اروح الشركة لكن علشان اعترف لهم بكل اللي عملته واسيبهم يعينوا داليا لانها كانت احق بالوظيفة وانا سرقت سيرتها الذاتية. لما وصلت قابلني واحد اسمه امجد، سلم عليا وقال لي صباح الخير يا مدام داليا. قلت له بغيظ مدام؟ ومين بقى قالك اني مدام؟ انا اسمي داليا وبس. قال لي وهو مخضوض انا اسف احنا هنا بنقول كده علشان حفظ الالقاب، تحبي اقولك مس داليا؟ قلت له اهو اي حاجه احسن من مدام دي. لاحظت اني لسه معدلتش لساني وكان لازم اتكلم بذوق اكتر ومن غير ما يبان في كلامي لهجه الشارع اللي اتعودت عليها. دخلت مع امجد اللي وراني مكتبي، واول ما دخلت قلت في سري والله عشت وشفت العز يا بنتي يا سلمى. المكتب قال ده انضف مكان شفته في حياتي، ده طقم الكنب ده لوحده لو بعته ممكن يأمن لي مستقبلي. قطع تفكيري صوت امجد وهو بيقول لي انا محضر العقود يا فندم، ممكن تستلمي الشغل من اول الاسبوع وانا هكون المساعد بتاع حضرتك. قلت له انت عندك كام سنه يا امجد؟ قال لي انا عندي 27 سنه. قلت في بالي يا خساره طلعت اكبر منك. قلت له اني عاوزه اقابل حد من اللي عملوا معايا المقابله. رد وقال لي للاسف يا ميس داليا محدش موجود منهم النهارده، لكن لو في اي مشكله حضرتك تقدري تتكلمي فيها مع المدير مباشره، انت بقيتي رئيسه اهم قسم في الشركه. قلت له طيب انا هتصرف. خرج امجد وانا قعدت على المكتب. ما كنتش مصدقه ان انا سلمى بنت نجوى هتعيش في القبهه دي كلها. فجاه دخل عليا راجل قمر، ولولا اني لازم امسك لساني وابان تقيله كنت عكسته من حلاوته. كان لابس بدله ولا بتوع السيما ونضيف قوي كده في نفسه كانه لسه مستحمي، وريحته كانت سابقاه ب3 متر خلتني ادوخ. وقبل ما انطق لقيته بيتكلم وبيقول اهلا بيكي يا داليا في فريق شركتنا، انا باسم رئيس مجلس الاداره وصاحب الشركه، حبيت ارحب بيكي في وسطنا في اول يوم ليكي. قلت له الشركه منوره باهلها، وبعدين قلت في بالي ايه العك اللي انت قلتيه ده، لكن الغريب انه ضحك وما استغربش وقال لي ميرسي جدا، اتمنى الشغل معانا يعجبك ومنتظر منك انك تضيفي للشغل كتير، واي حاجه هتعوزيها احنا تحت امرك. هزيت راسي وما ردتش، كنت خايفه اغلط تاني واقول اي هبل والسلام، ما هو الواد ده ما كانش مخليني اعرف اركز في اي حاجه. استغربت ان باسم رغم انه يبان عنده 35 سنه بالكتير الا انه قدر يعمل الشركه دي كلها، وكنت مستنيه اعرف ايه حكايته. وبعد ما كنت مقرره ان ده اخر يوم ليا في التمثيليه دي ومش هرجع تاني الشركه، غيرت رايي اول ما شفته، وبعد اسبوع بدات الشغل. الشركه صرفت ليا فلوس علشان اقدر ابدا الشغل، اشتريت لبس كتير بمساعده سميره وناديه، وهم اللي جهزوني وساعدوني طول الوقت اللي فات. اما صفاء فكانت بتشجعني وبتعاملني زي بنتها، ورغم اني لازم اسيبها علشان اتفرغ لشغلي وعلشان هي كمان محتاجه حد يقدر يفضل معاها على طول، الا انها صممت اني افضل معاها. وسميره كانت بتروح لها لما بكون في الشغل وتاخد بحسها، ورغم اني كنت يتيمه الاب والام الا ان ال3 دول كانوا اكتر من العيله بالنسبه لي. النهارده كان اول اجتماع ليا في الشركه، وساعتها باسم وجه لي كلام وقال لي لازم يا داليا تقفلي الاتفاق ده مع العميل اللي جاي من بريطانيا باي ثمن. احنا لو ما اخدناهوش لصالحنا المنافس بتاعنا هو اللي هياخد التوكيل منه، وساعتها هنخسر كتير. ولان رئيسة القسم المسؤول عن الموضوع ده
كنت حاسة إنها هترفض في أول شهر ليا، لكن زي ما علمتني نوسة بدأت أدور وأعرف أكتر عن الراجل اللي هيجي علشان الاتفاق، وقررت أحضر له هدية من الشركة وكمان أستقبله في الفندق التابع لينا. ده غير إني فضلت 3 أيام أذاكر عن براند الملابس اللي جاي يبيع لنا التوكيل بتاعه. ويوم المقابلة معاه بعت أمجد المساعد بتاعي علشان يستقبله في المطار، ولما وصلوا الشركة كنت محضرة له مشروبه المفضل لأنه كان عامل نظام غذائي صحي وما كانش هيقبل يشرب أي عصاير أو أي مشروبات عادية. وأول ما شاف المشروب اللي حضرته له اتبسط ووريت له قد إيه إحنا جاهزين لكل حاجة. في نص كلامي معاه قلت له رأيي بكل صراحة في براند الملابس بتاعتهم، وزي ما نوسة علمتني عن القماش والخامات والتقفيل قدرت أقول له على عيوب في البراند وحكيت له عن خطتي ومقترحاتي علشان نصلح العيب ده. في البداية رد عليا وقال لي انت جريئة علشان تقولي ان البراند اللي شركتك هتموت وتاخد التوكيل بتاعه فيه عيوب، لكن انا بيعجبني الانسان الصريح. بعدها بدأت اقول له المميزات وقلت له عن خطة الشركة اللي فضلت اذاكر فيها علشان قسم التسويق يقدم البراند بافضل صورة ممكنة للسوق المصري. وفي نص الكلام لقيته بيقول لي انا عاجبني لهجتك البريطانية في الكلام. رديته وقلت له كل ده بفضل الست اللي علمتني احب الهدوم، وهي كمان اللي علمتني اللغة. وبعد الكلام عن الشغل لقيت الراجل متحمس انه يمضي مع شركتنا فورا، لكن المصيبة هو اني ما كنتش مجهزة لا عقود ولا حاجة، وكان صعب عليا اني اراجع العقود اللي الشؤون القانونية في الشركة بعتتها لي لاني كنت بعرف اتكلم كويس انجليزي، لكن قرايتي كانت صعبة وما كنتش اقدر لا اكتب ولا اقرا العقود المعقدة دي بسهولة. وساعتها لقيت امجد بيقرب مني وبيقول لي 10 دقايق. قلت له مش فاهمة. قال لي تعالي معايا 10 دقايق. ساعتها قلت للضيف البريطاني اني هخلي بنت تتفرجوا على الشركة، وفي خلال 10 دقايق هتكون العقود جاهزة علشان نتناقش فيها. وقفت مع امجد لقيته بيشرح لي الموجود في العقود وبيترجم لي كل بند فيه ايه. قلت له انت بتعمل كده ليه؟ قال لي انا المساعد بتاعك يا ميس داليا وده شغلي اني اساعدك. لاحظت باسم واقف وشايفني انا وامجد واحنا بنتكلم في العقود وشكلنا قلقان، خفت لا يلاحظ حاجة. وبعد 10 دقايق دخلت تاني اتكلم مع الضيف واتناقشنا سوا، وكان موافق على كل المكتوب في العقد، وكمان قال لي انه هيقدم اقتراحاتي للشركة الام، وساعتها هيكون في افضلية لشركتنا لطرح كل التصميمات الجديدة بتاعتهم. وبعد ما مضينا العقود وكمان الضيف مشي امرت حد من سواقين الشركة انه يوصله لحد الفندق بتاعنا، وقلت له ان دي هدية بسيطة مننا علشان راحته. واليوم اللي كنت فاكراها يقلب بكارثة انتهى بفرحة كبيرة ونجاح ما كنتش متوقعاه. لكن الغريبة إن لقيت أمجد داخل مكتب باسم، وبعدها جالي وقال لي مستر باسم عاوز حضرتك يا ميس داليا. كنت خايفة لأمجد يقول لي باسم على الغلطة اللي عملتها وإني نسيت موضوع العقود وما كنتش عارفة أتصرف فيه. لكن الغريبة إني لقيت باسم مبسوط وفرحان وقال لي أنا كنت متأكد إنك هتعمليها وإنك هتبقي مكسب للشركة كلها. قلت له كله بفضل توجيهاتك يا مستر باسم. قال لي لا يا سلمى انت ذكية. ضحكت وبعدها اخدت بالي انه قال لي سلمى مش داليا، وساعتها الضحكة اختفت من على وشي وكان عندي 100 اعتذار لباسم وخفت لا يبلغ البوليس. لكن لقيته بيقول لي ايه اتخضيتي ليه؟ فاكراني مش عارف؟ رديته وقلت له انا اسفة، انا هحكي لك كل اللي حصل. قرب مني وقال لي انا عارف كل اللي حصل، عارف اللي عملتيه يوم الانترفيو وازاي وزعتي اللي كانوا متقدمين معاكي، وعارف اسمك الحقيقي، وكمان عارف انك مش داليا عبد الرحمن. قلت له طب وليه سبتني اعمل كل ده؟ انا بقالي اكتر من شهر شغالة هنا. قال لي بصراحة عجبتيني، اصرارك عجبني، ذكائك عجبني. كنت متضايقة في الاول ومتغاظ اكيد، بس قلت ولا واحدة من اللي مشيوا تستاهل تشتغل في الشركة هنا. اذا كانوا صدقوكي واستسلموا بسرعة وهربوا، لكن انتي عملتي كل الليلة دي علشان تشتغلي هنا. عجبني انك مهمكيش حاجة غير الوظيفة وفهلويتك اللي طيرتي بيها التانيين. لكن لما شفت اجاباتك جوه المقابلة قلت مستحيل تكوني اشتغلتي في شركة قبل كده. معظم اللي اشتغلوا في مؤسسات او شركات اجاباتهم بتكون متوقعة ومحفوظة، لكن انتي كنت بتجاوبي بره الصندوق، وكنت مبهورة مرة تانية بذكائك. لكن ده كله كوم، واللي حصل النهاردة ده كوم تاني. ودلوقتي انا عاوز اعرف منك ليه عملتي كده، والمفروض انا اعمل معاكي ايه. كنت بفكر في اللحظة دي اسيبه وامشي، كان موقفني وحاسة ان زي التلميذ الخايب اللي نسي الواجب، لكن محدش كان ليه عندي حاجة.
قعدت وحطيت رجل على رجل وقلت له عاوز تعرف ليه؟ انا هقولك. علشان الفلوس، وعلشان العربية، وعلشان الناس تحترمني، علشان كل ما حد بيبصلي بيشوف سلمى بنت الشارع، سلمى الجهلة اللي ما راحتش مدارس، سلمى اليتيمة، سلمى اللي متمرمطة ورا القرش. عمرك ما هتفهم الكلام اللي بقوله، بس انا عملت كده علشان كنت عاوزة ارفع راسي زي الناس وابقى زي البنات اللي جم يتقدموا للوظيفة. انا مش فاشلة، انا جبت لشركتك اتفاق هيكسبك ملايين. اكيد لو اي حد تاني كان برضه هيجيب لك نفس الاتفاق ويعمل نفس الشغل، بس انا اللي عملت ده معناه اني مش اقل منكم، ده معناه اني اقدر اعمل اللي انتوا بتعملوه. رد وقال لي لا يا سلمى. قلت له لا ايه؟ قال لي مش اي حد يقدر يعمل اللي انت عملتيه، علشان كده انا عاوزك تقوليلي اعمل معاكي ايه. انت حطي نفسك مكاني واكتشفت ان موظف عندك ضحك عليكي وكذب عليكي، لكن شايف شغله، هتعملي ايه؟ قلت له انا هوفر عليك، كده لسه ما مضيتش العقود، علشان ما كنتش عارفه ازاي همضيها من غير بطاقه. انا لو مكانك هرفدني، وعلشان كده انا ماشيه. ضحك وقال لي استني يا سلمى، شاور لي وقال لي اقعدي. قعدت لقيته كلم امجد وقال له هات العقود بتاعت استاذه سلمى. بعد شويه دخل امجد وقال لي اتفضلي يا ميس سلمى. قلت له انت كمان عارف؟ قال لي اوامر باسم بيه. بعدها خرج امجد ولقيت باسم بيقول لي امضي العقود يا سلمى. قلت له ازاي يعني؟ قال لي انا محتاجك تشتغلي معايا، لكن لازم تاخديها خطوه خطوه، ولازم تعرفي الشغل من اوله. انا مش هرفدك، انا هكافئك. بصيت للعقود وعيني دمعت، قمت وقلت له ارجوك ما تستهزأش بيا. قال لي ارتاحي يا سلمى، ارتاحي يا حبيبتي، انا مش بهزر. افتكرت كلمه امي اللي قالتها في الحلم، وبعد ما باسم لاحظ انه قال لي حبيبتي قال لي انا اسف، بس هي لازمه في الكلام. مضيت على العقود باسمي، لقيت باسم بيرفع سماعه التليفون وبيقول ها كل حاجه جاهزه؟ تمام، هي هتنزل دلوقتي. قفل السماعه وقال لي عربيتك مستنيه تحت الشركه، لكن علشان عارف انك لسه مش بتعرفي تسوقي، الشركه عينت لك سواق مؤقتا لحد ما تخلصي دروس السواقه. اما بالنسبه لتفاصيل شغلك فامجد هيتابع معاكي من بكره وهيعلمك كل اللي ناقصك. ما كنتش عارفه اشكر باسم ازاي، لان عمري ما شفت بني ادم زيه في حياتي. نزلت علشان اروح ولقيت العربيه مستنياني قدام الشركه، فتح لي الحارس الباب ودخلت، وبعدها حصلت افظع صدفه حصلت في حياتي. بص السواق عليا علشان يرحب بيا ويسالني هيوصلني لفين، ولما رفعت عيني وبصيت له لقيته مصطفى. فضل مبلم شويه وقال لي ده ايه ده ان شاء الله؟ قلت له انت السواق الجديد؟ قال لي انت هتعيشي الدور ولا ايه؟ مين اللي جابك هنا؟ ولا دي الكاميرا الخفيه ولا ايه بالظبط؟ قلت له انا ميس سلمى صاحبه العربيه وشغاله في الشركه هنا، والشركه عينتك علشان تكون السواق بتاعي، والكلمه زياده هقول لهم اني مش عاوزه السواق اللي عينوه. ساعتها لقيته اتكتم وحط الحزام بتاعه وقال لي تحت امرك يا فندم، ومشي في الطريق وهو كل شويه يبص في المرايه ومش مصدق نفسه. وفي نص الطريق سالني حضرتك تحبي اوديكي على العنوان اللي انا عارفه؟ قلت له طبعا لا، انا دلوقتي قاعده في فندق تبع الشركه وكل يوم هتيجي تاخدني من هناك. ساق بيا على الفندق وهو بينفخ، فضل الكلام اللي قاله في حقي يتردد في وداني. لكن سبحان الله، ما هي الدنيا دي دايره وما بتقفش عند حد، واللي كان شايفني امبارح رخيصه وما نفعوش دلوقتي هو اللي ما ينفعنيش وما يستجراش يرفع عينه فيا. رحت لصفاء ولقيت هناك بنت جديده شغاله عندها. اتبسطت علشان ما لقيتهاش لوحدها، وقلت لها ان حالتي اتحسنت والشغل بقى دايم. وبعت لناديه وسميره علشان يقضوا يوم اجازتي معايا في الفندق، وحكيت لهم على كل اللي حصل. ناديه قالت لي باسم ده بيحبك على فكره وهتتجوزوا، قولي انتي بس ان شاء الله. ضحكت وقلت لها ده متجوز على فكره وبيحب مراته، وكمان مراته جميله جدا. جت سميره قالت خلاص يبقى امجد، ما هو انت لازم تبصي لمستقبلك. ضحكت من كلامهم وقلت لهم ومن امتى كان المستقبل راجل؟ اديكم شاهدين على اللي عمله ابويا فيا واللي عمله مصطفى معايا بعد كده. كانوا نفعوني بايه الرجاله اللي كنت فاكراهم ظهري وسندي. انا هفكر في شغلي وهموت نفسي مذاكره وقرايه علشان استحق الشغل ده واكبر فيه، وساعتها لو لقيت حد يحبني انا كمان هحبه علشان نفسه، مش علشان محتاجاه يصرف عليا او اتسند عليه. سميره سالتني طب والمخفي اللي اسمه مصطفى هتعملي معاه ايه؟ ساعتها حسيت اني محتاره وما كنتش عارفه اتصرف ازاي.
خصوصا اني ما كنتش طايقة اشوف وشه قدامي، وعلشان كده سبتلكم انتوا القرار. قولولي اعمل ايه مع مصطفى؟ امشيه واخلص من وشه للابد، ولا اسيبه علشان يدوق الذل ويعرف ان الله حق؟